حكيمي ينافس على الكرة الذهبية، وبونو ينافس على جائزة الياشين لأفضل حارس. خلال مقابلة مع كانال بلوس قال حكيمي بوضوح: بعد الموسم التاريخي الذي عشته، ليس هناك العديد من اللاعبين الذين يسجلون أهدافا في نصف النهائي والنهائي. هذا التصريح لم يمر دون تدخل، إذ كشفت تقارير أن إدارة نادي باريس سان جيرمان طلبت إزالة هذا الجزء من المقابلة. كل ذلك شكل إجماعا وطنيا يشير إلى بداية حقبة جديدة في تاريخ كرة القدم المغربية. أخيرا في قناة آرك، حيث يلتقي عبق الثقافة المغربية بجوهر التسامح. هنا نروي الحكايات، نكشف الجمال، ونبني جسور التفاهم بين الماضي والحاضر، بين المغرب والعالم. إذا كنت تؤمن بقوة الثقافة، بقيمة الحوار، وبجمال الاختلاف، فأنت في المكان الصحيح. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، لأن رحلتنا بدأت الآن.